اسمعيني، صحتك تستاهل. الفشار في الميكرويف بيبوظ الهرمونات، دي حقيقة. فاكرة ان الفشار في الميكرويف ده سناك خفيف وآمن؟ للأسف الصدمة كيميائية. أكياس الفشار الجاهزة فيها مواد مضادة للالتصاق زي ال PFOA، ده مركب بيأثر على الغدة الدرقية، بيأثر على الكبد، بيزود من مقاومة الأنسولين. مع التسخين المواد دي بتتفاعل تحول لسموم، الجسم يمتصها بسهولة، يحصل خلل هرموني. من ايه؟ من مجرد كيس. فالحل ان احنا نرجع تاني لطبيعتنا، نعمله في اواني الطهي العادية. اللي هنزود عليه بس معلومة طبية ان احنا نستخدم زيت زي زيت جوز الهند، او ممكن من غير زيت، حاجة خفيفة قوي كده من الزبدة الطبيعية، ونرش عليه شوية بهارات طبيعية. على فكرة صحتك اهم من الراحة، والاعتياد على طعم الاكل الصحي هيكون وسيله في حياتك مش هتقدري تستغني عنها. ودي كانت صدمه غذائيه معايا انا دكتوره نانسي الفضالي، اخصائيه تغذيه علاجيه وصحه عامه.